ماي حار. بسم الله. اللحم طبعا مغسول، غسلناه الحين. بسم الله. قطيعة شوي كذي عن الخاطر. شحمة البطن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اتبعوا معي هالطريقة وايد حلوة وايد. هذا السر، ترى هذا السر من الأسرار الجميلة اللي عندي، كيف نفور اللحم. أكبر سر بعلمكم يا صدق كيف تفورين اللحم، بحيث إنه شفتوا بعض الأحيان يوم نسافر برا ناكل اللحوم ونقول يا ربي ليش اللحم كذي لذيذ، عندهم نكهة غير عن اللي عندنا نحن، مع إن إحنا نستخدم أجود أنواع اللحوم. خلاص بس فورة. ليش اللحم كذي لذيذ، عندهم نكهة غير عن اللي عندنا نحن، مع إن إحنا نستخدم أجود أنواع اللحوم. خلاص بس فورة وحدة لما تطلع الرغوة والزباد هذا اللي فوق في اللحم، على طول نشب الماء وتعال اراويكم ان شاء الله. كل الاسرار عندي ما عليكم. خلاص الحين شوفوا نشب الماء، لانه ما شاء الله شوفوا اللحم اكثر ما هو نظيف، ما في شوفوا ما شيء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تبارك الرحمن. شوفوا بعد ما طبخناه وشوف ما شاء الله ما شاء الله شباب الفريج. خلاص الحين بنتخلص من الماء هذا. شبوا الماء. ردينا اللحم في الجدر ونحطين البهارات الصحيحة، عبارة عن هيل جرفة ومسمار، والجدر ما في ماء. شوفوا وقوي والتوصيل مجانا. وبعدين بيصير عندهم زحمة تقولون راشد ما يردون علينا، شيء طبيعي ما بيردون عليكم، ما يوبلون الزحمة. تبارك الرحمن. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. تعرفون انتم متابعين وتعرفون انه ما اجيب الا شيء زين. المهم تبارك الرحمن زين. هذا صافي ابدا ولا طشة ماي. زين يا جماعة الخير، اللي حابة تطلب من الحين بسرعة، لأن الخصم وايد حلو. وسلم على سيدنا محمد. مقدار الماي هو السر يا جماعة. حطي ماي فقط بحيث انه شوفوا يا دوبك يغطي اللحم، بس هي بس. والبهارات الصحيحة حطيناها طبعا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وصلتكم الفكرة؟ شوفوا حطيت ورق الزبدة إذا عندك متواجد عندك، وهذا شو اسمه الألمنيوم ضروري. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أتوقع أن الفكرة وصلتكم. وعلى نار هادية جدا يا جماعة، ولازم تحطوا له حديدة، غطاء جدر قديم عندك ولا شو ما عندك حطي له، وتسكرين الجدر عدل، ما تخلينه تنسخ أبدا. مرد لعقب ساعة إن شاء الله. شوفوا تبارك الرحمن اللحم ودايب مروم، دايب اللحم. وشوفوا الماء لا زال فيه. خلصنا؟ لا أنا أبغى شوية أطلع الخلاصة اللي في اللحم، فخلي الغطاء كذي، أفتح الجدر كامل، خلي الغطاء مفتوح لما يتبخر الماء. أبغى الخلاصة اللي تطلع من اللحم. ما شاء الله تبارك الرحمن جزاهم الله خير شباب الفريج. شوفوا بخليه لين ما يتبخر الماء، أبغى شوي اللي هو الخلاصة تطلع. مع انه وايد اللحم مستوي، لا تخلونه كذي يستوي وايد. ما شاء الله تبارك الرحمن، انا لانه ما توقعت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جزاهم الله خير، ما قصروا شباب الفريج. تبارك الرحمن قطع اللحم عندي تفتت لان انا ما توقعت، جد ما توقعت. تبارك الرحمن. فانتوا لا تخلونها الكثير، في تحدي بيننا وبينهم وغلبونا في التحدي. شكرا لكم فريج الشباب، فعلا قد التحدي وغلبتوني. شكرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طلعت السلم اساس انه ما باللحم كله يتفتت. ترون تاكلون اللحم كذي الحين ما يحتاج. ها تقولون شو اسمه الاتراك غلبناهم. نعم انا غلبناهم، مو بنحن فريج الشباب. يا سلام تبارك الرحمن. شوفوا شحمة البطن. يوه لو تشمون بس الريحة. تبارك الرحمن. ابغي هذا الحرق. شوفوا شحمة البطن. تبارك الرحمن. ما بشرط يكتبون في اليوتيوب بمكونين، لا نحن صدق بمكونين. بسم الله الرحمن الرحيم. شوي شليت من ماي اللحم للزيادة اللي كان. تبارك الرحمن.
تبارك الرحمن، هي هاي يسمونها الخلاصة. شوفوها بغيتوها للشوربة، نحن طبعا ما نستخدم الحين للطبخ هنا عندنا. سامحون البخار بس خلوه كله. يا سلام لو تشمون الريحة بس. هذا اللحم بحراني متفتت، ما بعرفه كيف الحين اتعامل معاه. المهم ان شاء الله. يا سلام، شكرا لكم، شكرا شباب الفريج وغلبتوني. قلت لهم شوفوا ذا اللحم الحين. هني اللعبة، هني السر. البصل ينقلى بطريقة يعني بحيث انه يكون بني بس مش محروق. حطيت البصل وضفت له البهارات الصحيحة، وبنقل البصل حينه نعطي اللون البني الغامج بس مش المحروق يا جماعة الخير. زين المرانشة حقه ديت اللي تسأل يستوي مرانشة التقطيع هي نعم يستوي. تقطيع برياني تبينه اللي هو التقطيع العربي، اللي انا قطعته تقطيع عربي براويكم يعني انه يستوي اللي تبينه انت هم سووا لك اياه. طبعا بعد البصل خليه. صلوا وسلم على سيدنا محمد. نزلنا عقب ما شوفوا قلينا البصل، نزلنا الطماط، الزنجبيل، الثوم، الكزبرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بالنسبة للبزار شوفوا ريحة بزار يا جماعة، ريحة ها شو تصيرونه هاي. خلاص الحين خليه شوي يطبخ 5 دقايق لين الطماط يذبل والنعناع. وصفات يا جماعة نارية، مو من التلفزيون ولا من الكتب، من يدتي الله يرحمها. بسم الله. ما بجلب وايد اساس انه ما يتكسر اللحم عندي اكثر ما هو متكسر. ما شاء الله ما شاء الله. بسوي العيش بهارات صحيحة. انا عيالي ما يحبون وايد فما حطيت وايد لاني حاطه في اللحم. شوي زيت، فريك بسيط، خاصة إذا فور اللحم وايد شرحت مراشد. الحين نخلي هذا يم ونسوي العيش إن شاء الله. صلى وسلم على سيدنا محمد. ننزل العيش. معلومات جدا مهمة للمبتدئين، لا تحركي لي العيش وايد، بس هذا تحريك مرة واحدة، تحريكة بسيطة وزين. كمية الماء ما تخلي لي لهنا. شوفي كم سنتي، ولا تطولين وايد على الضوء اساس ان حبة العيش ما تتكسر، وفي نفس الوقت تطبخ من داخل ومن برا وما تكسرون العيش. خلاص بنشغله الحين نبرد ونخليه يطبخ مع اللحم ان شاء الله. تبارك الرحمن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تقل الماء معناته العيش خلاص عندنا جاهز. الحين بنشغله. نوعية العيش نحن نستخدم اندين جيت، بس حاليا ما عرفنا ان العيش هذا وقفوه في السوق، فجايبنا كيس جديد براشد بعد ما شفت القرطاس والله. المهم شوف تبارك الرحمن، معلومات جدا مهمة. المفروض اني ما كنت اشيل اللحم، بس لان اللحم وايد مستوي فانا ما ابغيه يتفتت عندي اكثر مما هو متفتت. تبارك الرحمن. بسم الله ما شاء الله. ننزل العيش، نحاول نسوي شي طبقات. بسم الله ما شاء الله. نزلنا اللحم بكل حب وعناية. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل باقي العيش. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلى وسلم على سيدنا محمد. تبارك الرحمن. رشة زعفران، مثل ما قلت لكم حطيت لكم عروض. وسلم على سيدنا محمد. مثل ما شفتوا اليوم غدانا برعاية لحوم شباب او ذبايح شباب الفريج، خصم 10% على الله يعزكم التوس المحلية، على الكشميري، جميع انواع الخرفان عندهم موجودة وعليها خصم 10%، وعندهم 15% ايضا لمدة. صلى وسلم على سيدنا محمد. تبارك الرحمن. يا سلام. نراويكم اللحم خلاص خلصانين منه. تبارك الرحمن. رقم 1. خلنا نغرف قبل ما نخلص نراويكم ان شاء الله. صلى وسلم على سيدنا محمد. وجهز غدانا وكان برعاية لحوم شباب الفريج، وما قصروا تبارك الرحمن على هاللحم الطيب. شوفوا تبارك الرحمن. عاد باكل شوي.
تسوي عماركم ما تشوفون. دوب يا جماعة، شوفوا للمصداقية أنا طبخت اللحم، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم متابعيني، هلا مرحبا بكم، صبحكم الله بالخير والنور والسرور وطاعة الرحمن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أتوقع أول ما تشوفون الفيديو هذا بتعرفون إني أنا مسافرة، فأنا سارة إن شاء الله مصر، عندي مراجعة كم من يوم، وأسأل الله يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين. وش بعد، أحبكم كلكم وبس. إن شاء الله لنا لقاء هناك. أول ما أوصل بنزل لكم الفيديو، معناته إن شاء الله إني أكون أنا وصلت بالسلامة.